هؤلاء المرشحين بيضرب المثل الممارسه السليمه والديمقراطيه. عدد المرشحين النهارده كام؟ اجمالي المرشحين في نادي الزمالك 68 مرشح على 3 مقاعد او 3 مناصب، 5 على مقعد رئيس مجلس الاداره، 14 تحت السن، 49 مرشح فوق السن. ده يسري العمليه الانتخابيه. هذا العدد وهذا التنافس اللي موجود ما بين الاعداد الكبيره دي بيدل على ان هناك ممارسه ديمقراطيه سليمه داخل نادي الزمالك. نتمنى لجميع المرشحين بلا استثناء، لانهم كلهم ابناء نادي الزمالك، التوفيق باذن الله. ايه خطه حضرتك باذن الله؟ خطتي هتتفرج عليها النهارده بالليل مع كابتن مجدي عبد الغني ان شاء الله. طب حضرتك نعرفها دلوقتي. حضرتك على منصب الرئيس. هذا الامر امر حصري. نادي الزمالك في بريف كده، يعني حاجه سريعه، يعني عنده ازمات ماليه كان الجميع على علم بيها. يبقى مجلس الاداره القادم ان شاء الله موكل اليه انه هو يحل هذه الازمات بالدرجه الاولى، مع الاخذ في الاعتبار انه الحفاظ على العضويات جميعا، لا مساس بالعضويات، لانه البعض بيعتقد ان هناك رساله انتقاميه من بعض المرشحين اللي هم كانوا في تضاد مع مجلس الاداره السابق. انا بؤكد ان مجلس الاداره القادم باذن الله، ويعني كل التوفيق لكل من يوفق في الانتخابات القادمه، لكن لا مساس بالعضويات، لا مساس بالموظفين، مفيش تصفيه حسابات. النهارده المفروض اللي جاي بيعتلي مقعد او رئيس او عضو تحت السن دوره ان ينهض بنادي الزمالك على كافه المستويات. ده اللي انا اعرفه من الممارسه الديمقراطيه السليمه، ده اللي انا برساله ببعتها لجميع اعضاء نادي الزمالك، انه لا مساس بالعضويه، لا مساس بالموظفين، المستقبل المشرق لنادي الزمالك باذن الله في الفتره. شايف المنافسه على منصب الرئيس في الانتخابات دي كيف ترى؟ منصب الرئيس 5 مرشحين حتى الان يعني انتهى واغلق باب الترشح، في عدد المرشحين 5. في المقدمه منهم الدكتوره ميرفت سيد احمد، وهي يعني كانت تعمل في وزاره الشباب والرياضه وتحمل درجه علميه وهي درجه الدكتوراه. اول مره في مجلس اداره نادي الزمالك على منصب الرئيس يترشح سيده. انا ده شيء انا بحييها واتمنى لها التوفيق، وان كنا في مجال التنافس، لكن هو امر محمود ان تتقدم المراه لتعتلي منصب رئيس مجلس إدارة نادي في سابقة أنا بعتبرها هي الأولى من نوعها في الأندية الشعبية الكبيرة كنادي الزمالك والأندية الأخرى. الأمر الثاني، في عندنا الدكتور ماجد أحد المرشحين وهو شخصية محترمة. عندنا برضه الكابتن حسين لبيب وهو تربطني بيه على المستوى الشخصي علاقة شخصية، وهو من الشخصيات المحترمة وأبناء نادي الزمالك، وأنا أتنافس معه، أتمنى له التوفيق. هكذا تكون الديمقراطية، هكذا تكون روح التنافس ما بين أبناء نادي الزمالك على مقاعد